اهلا بيكم اشطر طلاب الصف الثاني الاعدادي. النهارده هناخد الدرس الثاني من الترم الاول في ماده الدراسات الاجتماعيه. عنوانه ايه بقى؟ المعادن ومصادر الطاقه في قارتي اسيا واوروبا. يعني معنى كده ان احنا هندرس المعادن كلها والمصادر الطاقه كلها اللي موجوده في القارتين، قاره اسيا وقاره اوروبا. طيب معنى كده ان قاره اسيا وقاره اوروبا فيها معادن كتيره جدا وغنيه بمصادر الطاقه. طيب هو احنا ليه بدأنا بالمعادن مش هنبدأ بمصادر الطاقة؟ اقول لك لان المعادن دي لما بنيجي نبيعها بتجيب لي فلوس كتيرة قوي. فالفلوس الكتيرة قوي دي اللي بتيجي بتعتبر مصدر مهم للدخل القومي لأي دولة او حتى قارة، وكمان بتدخل في صناعات كتيرة قوي. يبقى احنا هنبدأ بالمعادن اللي موجودة في قارة اسيا واوروبا نظرا لحاجتين. اول حاجة لان هي بتتباع بفلوس كتيرة قوي، يعني بتعتبر مصدر مهم للدخل القومي، وكمان بتدخل في صناعات كتيرة جدا. طيب هو احنا هناخد كم معدن؟ هناخد 8. طيب ال8 معادن دول يا سنة تانية اعدادي هنقسمهم ل3 اجزاء. 5 معادن منهم هنقول عليهم المعادن الاساسية ومعادن الصناعات الحديدية. طيب اللي هم كام معدن؟ قلنا 5. اللي هم ايه؟ عندنا الحديد والنحاس والكروم والمنجنيز والنيكل. طيب تاني معادن معانا هناخد فيهم معدنين. المعدنين دول هنقول عليهم المعادن الخفيفة. اسمهم ايه؟ اسمهم التيتانيوم والبوكسيت. تاني، المعادن الخفيفة عندنا 2، التيتانيوم والبوكسيت. طيب اخر حاجة معانا اللي هو اخر معدن بنقول عليه المعادن الاستراتيجية والنووية. اسمه ايه؟ اسمه اليورانيوم، وده معدن واحد بس. يبقى دول ال8 معادن اللي هناخدهم موجودين في قارة آسيا وقارة أوروبا. يبقى المعادن عندنا 8. تعالوا نبدأ كده بالمعادن الأساسية اللي هي المعادن الصناعات الحديدية اللي احنا قلنا عليها ايه؟ الحديد والمنجنيز والنحاس والكروم والنيكل. وعاوزين نفتكر السنة تانية ان المعادن دي اللي موجودة في قارة آسيا وأوروبا ليهم أهميات مهمة جدا. هم ايه؟ بيعتبروا مصدر مهم للدخل القومي، وبتدخل المعادن دي في صناعات كتيرة جدا. طيب تعالوا كده نبدأ بأول معدن معانا من المعادن الأساسية، معدن الحديد. يبقى الحديد ده عايزين نعرف مين أكتر دولة بتنتجه في قارة آسيا ومين أكتر دولة بتنتجه في قارة أوروبا. طيب لما جينا بصينا كده لقينا إن أكتر دولة بتنتج لي حديد في قارة آسيا هي الصين. طيب أما أوروبا لقينا إن أكتر دولة بتنتج الحديد هي روسيا. يبقى أولى الدول إنتاجا للحديد في قارة آسيا هي الصين. طيب في أوروبا لقينا دولة روسيا. طيب هي قارة آسيا لوحدها بتنتج أصلا أكتر من تلتين الإنتاج العالمي سنة تانية من الحديد. انتوا متخيلين قارة آسيا لوحدها بتنتج أكتر من تلتين الإنتاج العالمي من الحديد، وعلى الرغم من إن هي بتنتج تلتين الإنتاج كله اللي في العالم إلا إنها برضو بتستورد كمية علشان تغطي استهلاكها. يعني رغم إنتاجها الكبير ده كله من الحديد إلا إنها برضو بتروح تاخد حديد من دول تانية عشان تغطي استهلاكها. بيستهلكوا حديد كتير جدا في قارة آسيا، رغم إن هي إيه؟ بتنتج أكتر من ثلثي الإنتاج العالمي. طيب مين أولى الدول بتنتج الحديد في آسيا؟ الصين. طيب مين أولى الدول بتنتج الحديد في أوروبا؟ روسيا. طيب أوروبا لوحدها بتنتج قد إيه من الحديد؟ قال لك 6.5% من الإنتاج العالمي. أما آسيا قلنا بتنتج أكتر من ثلثي الإنتاج العالمي. طيب كده احنا اتكلمنا عن الحديد. طيب تاني معدن معانا اسمه معدن المنجنيز. طيب معدن المنجنيز مين أولى الدول اللي بتنتجه في قارة آسيا وقارة أوروبا؟ لقينا ان في قارة آسيا أكتر دولتين بينتجوا لي معدن المنجنيز هي الصين والهند. طيب في أوروبا؟ في أوروبا لقينا أكتر دولة بتنتج المنجنيز هي أوكرانيا. يبقى تاني أكتر دولة في آسيا بتنتج المنجنيز لقينا الصين والهند، أما في أوروبا أوكرانيا. طيب عايزين نعرف في آسيا بتنتج قد إيه من الإنتاج العالمي؟ لقينا إن هي بتنتج 13.5 من الإنتاج العالمي من المنجنيز. طيب في أوروبا لقينا إن أوروبا بتنتج 2% بس. 2% أوروبا، 13.5 في آسيا. طيب مين أولى الدول في آسيا؟ الصين والهند. طيب أولى الدول في أوروبا لقينا أوكرانيا. حلو قوي كده، يبقى احنا كده خدنا أولى الدول وبتنتج قد إيه. حلو. طب عايزين نعرف بقى المنجنيز ده بيدخل في صناعة إيه؟ يعني إيه لازمته؟ إيه أهميته؟
لقينا ان هو بيدخل في صناعة حاجتين. اول صناعة هي صناعة الصلب. طيب تاني صناعة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. البطاريات اللي احنا بنستخدمها في العربيات الكهربائية هي دي اللي بيستخدموا فيها معدن المنجنيز. يبقى المنجنيز ده بنستخدمه في حاجتين، يعني ليه أهمية في حاجتين. أول حاجة بيدخل في صناعة الصلب، وكمان إيه، وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية. طيب مين أولى الدول في آسيا؟ لقينا الصين والهند. طيب آسيا دي بتنتج لي قد إيه؟ 13.5. أما أوروبا لقينا أولى الدول أوكرانيا بتنتج قد إيه؟ 2%. إحنا كده اتكلمنا عن الحديد وعن المنجنيز. تالت معدن معانا هنتكلم عليه هو الكروم. الكروم في آسيا مين أولى الدول فيه؟ لقينا إن الهند وتركيا هم من أهم الدول اللي بتنتجه. طيب آسيا بتنتج لي قد إيه؟ لقينا إن هي بتنتج تلت الإنتاج العالمي. طيب تاني كده مع بعض، الكروم في قارة آسيا لقينا إن هي بتنتج تلت الإنتاج العالمي. طيب مين أهم الدول فيك يا آسيا بتنتجه؟ لقينا إن الهند وتركيا. حلو. طيب أما قارة أوروبا مين أولى الدول فيها؟ لقينا إن دولة فنلندا. دولة فنلندا أولى الدول الأوروبية إنتاجا للكروم. طيب قارة أوروبا بتنتج لي قد إيه منه؟ لقينا إن هي بتنتج 6.5 من الإنتاج العالمي. طيب حلو قوي كده، خدنا 3 معادن: الحديد، المنجنيز، الكروم. طيب رابع معدن معانا هو النيكل. معدن النيكل ده في قارة آسيا لقينا إن هي بتنتج منه تلتين الإنتاج العالمي. طيب وأولى الدول اللي طلعت بتنتجه هي دولة إندونيسيا. يبقى دولة إندونيسيا هي أكتر الدول في قارة آسيا بتنتج النيكل. طيب قارة آسيا بتنتج قد إيه منه؟ قلنا تلتين الإنتاج العالمي. أما قارة أوروبا طلعت بتنتج 10% من الإنتاج العالمي من النيكل. وأولى الدول هي دولة روسيا، أكتر دولة بتنتج لي النيكل. طيب لما جينا بقى نبص كده على النيكل دوت بيدخل في صناعة إيه؟ لقينا إن هو بيدخل في صناعة محركات الطائرات. عارفين المحرك بتاع الطيارة ده بيستخدموا فيه النيكل، معدن النيكل. طيب وإيه كمان؟ وكمان بطاريات السيارات الكهربائية، البطاريات برضو بتاعت العربيات الكهربائية. يبقى معدن النيكل بيدخل في صناعة حاجتين: أول حاجة صناعة محركات الطائرات، 2 صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. طيب في قارة آسيا بننتج قد إيه؟ قال لك تلتين الإنتاج العالمي، وأولى الدول إندونيسيا. أما في أوروبا 10% بس من الإنتاج العالمي، ودولة روسيا هي أولى الدول. طيب في معلومة بقى حلوة قوي هنا، بيقول لك إن النيكل ده هو إحدى المواد الخام الحرجة. لا لحظة كده، يعني إيه إحدى المواد الخام الحرجة؟ بيتكسف يعني ولا إيه؟ مش فاهمين؟ لا مش بالظبط، مش هو ده المقصود بقى من المواد الخام الحرجة. إن المادة الخام دي أو المعدن ده يا سنة تانية بيكون مهم جدا 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 جدا. شوفوا جدا قد إيه، معنى كده إن هو ليه أهمية اقتصادية كبيرة قوي. طيب حلو، ليه أهمية اقتصادية كبيرة، ماشي. وكمان بيكون قليل قوي، يعني مادة خام محدودة الوجود ذات أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تدخل في إنتاج الطاقة النظيفة. يبقى هي دي المقصود بكلمة المواد الخام الحرجة. عرفنا بقى إن النيكل مهم أوي إزاي؟ بيعتبر من المواد الخام الحرجة لأنه قليل أوي، يعني مش موجود كتير، وكمان ليه أهمية اقتصادية كبيرة. ليه؟ لأنه بيدخل في إنتاج الطاقة النظيفة. طيب إحنا كده خلصنا النيكل، يبقى إحنا كده خدنا كم معدن يا سنة تانية؟ خدنا 4. فاكرين؟ اوعى حد فيكم يكون نسي الحديد، المنجنيز، والكروم، والنيكل. باقي عندي معدن واحد بس من المعادن الأساسية، وهو معدن النحاس. طيب مين أولى الدول في قارة آسيا بتنتج لي النحاس؟ لقينا إن هي دولة الصين. الصين أكتر دولة بتنتج النحاس. فين؟ في آسيا. طيب قارة آسيا دي بتنتج لي قد إيه منه؟ لقينا إن هي بتنتج أكتر من 5 الإنتاج العالمي، 5 الإنتاج العالمي، وأكتر دولة الصين. طيب في قارة أوروبا لقينا إن النحاس فيها 10% من الإنتاج العالمي، يعني بتديني إنتاج 10% من الإنتاج العالمي. وأكتر الدول اللي بتنتج النحاس في قارة أوروبا طلعت دولة روسيا. مش بس كده، لأ،
ده طلعت ان روسيا دي بتديني اكتر من نص الانتاج اللي في العالم كله بيطلع من الدولة دي. يعني دولة روسيا دي لوحدها فيها اكتر من نص الانتاج بتاع النحاس في العالم. طيب نقول تاني، النحاس في قارة اسيا بتنتج لي منه خمس الانتاج العالمي. مين اولى الدول؟ الصين. طيب في قارة اوروبا بتنتج 10% من الانتاج العالمي. مين اكتر الدول؟ هي دولة روسيا، لأن إن روسيا بس بتنتج أكتر من نص الإنتاج بيطلع منها. طيب إحنا كده خلصنا 5 معادن اللي هم المعادن الأساسية. دلوقتي بقى هناخد المعادن الخفيفة. فاكرين منهم كان قد إيه؟ كان عندنا 2 بس، معدنين بس من المعادن الخفيفة. أول واحد اسمه البوكسيت، التاني اسمه التيتانيوم. طيب معدن البوكسيت بيدخل في صناعة إيه؟ لقينا ان هو بيدخل في صناعة الألمنيوم. طيب ايه كمان؟ لقينا ان قارة اسيا بتنتج منه قد ايه؟ بتنتج منه خمسي انتاج العالم. طيب واولى الدول؟ اولى الدول الصين. طيب يبقى احنا كده خدنا في قارة اسيا من معدن البوكسيت كذا حاجة. اول حاجة الدولة اللي بتنتجه هي الصين، اولى الدول. طيب بتنتج قد ايه؟ لقينا خمسي انتاج العالم. طيب البوكسيت ده بيدخل في صناعة ايه؟ لقينا في صناعة الألمنيوم. نيجي بقى لقارة أوروبا. ايه وضع قارة أوروبا في معدن البوكسيت؟ لقينا ان هي أولى الدول عندها دولة روسيا. يبقى أولى الدول اللي بتنتج لي في أوروبا البوكسيت هي روسيا. طيب بتنتج قد ايه؟ قالك 2.5% بس من الإنتاج العالمي. طيب احنا شايفين ان النسبة دي كبيرة ولا قليلة؟ دي نسبة قليلة جدا جدا جدا. ده كمان من المعلومات اللي مكتوبة قدامنا في الكتاب انه بيقول بيقل انتاج البوكسيت في قارة اوروبا، وكاتب بعدها فسر السبب. يعني مطلوب مني ان انا اعرف كمان ايه السبب. طيب ما تيجوا نفكر كده ايه السبب. بص، لما عصرنا دماغنا كده لقينا ان قارة اوروبا دي اصلا موجودة في المنطقة المعتدلة الشمالية. حلو. طيب المنطقة المعتدلة الشمالية دي سنة تانية اعدادي، حر ولا برد؟ لقينا ان هي برد جدا. طيب ومعدن البوكسيت محتاج مكان يكون حر علشان يكون فيه المعدن ده. فاكرين في الدرس الاول لما خدنا موقع قارة اوروبا؟ لقينا ان معظم القارة موجود في المنطقة المعتدلة الشمالية، ودي منطقة برد. طيب وانتاج البوكسيت محتاج ايه؟ محتاج لمكان حر علشان يكون فيه المعدن ده. واصلا معظم انتاج العالم من البوكسيت موجود فين؟ موجود في المنطقة المدارية. يبقى تاني كده مع بعض، المعلومة دي مهمة جدا جدا جدا. معدن البوكسيت قليل قوي في اوروبا. طيب قليل ليه؟ لان معظم انتاج العالم من البوكسيت موجود في المنطقة المدارية اللي هي حر. طيب وفي الأصل قارة أوروبا دي معظمها موجود فين؟ موجود في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية. طيب والكلام اللي احنا قلنا ده كله أدى إلى إيه؟ أدى إلى قلة إنتاج أوروبا من البوكسيت، لأن معظمها موجود فين؟ موجود في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية. اكتبوا ورايا السؤال ده، معظم إنتاج العالم من البوكسيت في المنطقة المدارية. طيب الكلام ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى قلة إنتاج أوروبا من البوكسيت، لأن معظمها بيقع في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية. طيب مين أولى الدول في أوروبا هي بتنتجه؟ لقينا روسيا. طيب قارة أوروبا أصلا بتنتج قد إيه؟ لقينا 2.5% من إنتاج العالم كله. بنيجي بقى دلوقتي لتاني معدن معانا من المعادن الخفيفة. اسمه إيه؟ اسمه التيتانيوم. معدن التيتانيوم ده بيدخل في كذا صناعة. طيب أول صناعة، صناعة هياكل الطيارات وكمان الصواريخ والأجهزة الطبية. يبقى عندنا معدن التيتانيوم بيدخل في 3 حاجات. تعالوا كده نقول مع بعض. أول حاجة صنع هياكل الطائرات والصواريخ والأجهزة الطبية. طيب أدي كده بيدخل في 3 حاجات عرفنا. قارة آسيا بتنتج منه قد إيه؟ لقينا خمسي الإنتاج العالمي. حلو. طيب مين أولى الدول؟ أولى الدول في قارة آسيا هي دولة الصين اللي بتنتج لي معدن التيتانيوم. طيب لما جينا بقى نشوف أوروبا، لقينا إن أوروبا بتنتج منه 5% من الإنتاج العالمي. طيب أولى الدول اللي بتنتجه في أوروبا مين؟ عندنا دولتين، دولة النرويج ودولة أوكرانيا. يبقى تاني كده مع بعض، معدن التيتانيوم ده من المعادن الخفيفة. ماشي. طيب في قارة آسيا بتنتج منه قد إيه؟ بتنتج خمسي الإنتاج العالمي. أولى الدول الصين،
أما في أوروبا بتنتج منه 5%، وأولى الدول النرويج وأوكرانيا. طيب بيدخل في صناعة إيه التيتانيوم؟ قلنا 3 حاجات: هياكل الطائرات والصواريخ والأجهزة الطبية، 3 حاجات. طيب في بقى سؤال حلو هنا ومهم قوي برضو في المعدن ده، إن المعدن ده بيتميز بكذا حاجة. أول حاجة خفة وزنه، خفيف قوي، وصلابته العالية، وتالت حاجة مقاومته الكبيرة للتآكل. عشان كده بيستخدموه في ال3 حاجات اللي احنا قلناها، بيستخدموه في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والأجهزة الطبية. يبقى تاني كده مع بعض السؤال المهم قوي ده، نقول هنا بما تفسر: تتم صناعة هياكل الطائرات والصواريخ من التيتانيوم. ليه؟ بسبب خفة وزنه وصلابته العالية ومقاومته للتآكل. حلو كده الكلام؟ سهل قوي. يبقى احنا كده سنة تانية خدنا المعادن الخفيفة، خدنا المعدنين اللي فيها. آخر معادن هناخدها معانا من ال8 هي المعادن الاستراتيجية والنووية. طيب دي بتضم لي ايه؟ بتضم معدن اليورانيوم. معدن اليورانيوم ده بيستخدموه في الصناعات النووية، الحاجات النووية كلها بيستخدموا فيها اليورانيوم. طيب معدن اليورانيوم ده قارة آسيا لوحدها بتنتج نص الإنتاج العالمي. طيب مين أولى الدول اللي بتنتجوه؟ دولة اسمها كازاخستان، أولى الدول اللي بتنتجوه في قارة آسيا. يبقى تاني، معدن اليورانيوم بيستخدم في الصناعات النووية. طيب قارة آسيا بتنتج قد إيه؟ طلعت بتنتج نص الإنتاج العالمي. حلو. مين أولى الدول؟ دولة اسمها كازاخستان. طيب أما بقى لقارة أوروبا، لقينا إن هي بتنتج منه 6% من الإنتاج العالمي بس. طيب ومين أكتر الدول اللي في أوروبا بتنتجه؟ لقينا دولة روسيا. يبقى آخر المعادن اللي معانا هي المعادن الاستراتيجية والنووية سنة تانية إعدادي. بتضم لي معدن إيه؟ اليورانيوم، بيستخدم في الصناعات النووية. قارة آسيا لوحدها بتنتج نص إنتاج العالم. أولى الدول كازاخستان، أما أوروبا بتنتج 6%، وأولى الدول دولة روسيا. طيب سنة تانية احنا بعد ما خلصنا المعادن، ما خدتوش بالكم كده من الأرقام اللي احنا قلناها إن أغلبية المعادن بتكون كتيرة جدا في قارة آسيا، وقارة أوروبا النسب بتاعتها كلها قليلة، يعني 2.5، يعني بنتكلم في 6.5، كلها أرقام قليلة أوي في قارة أوروبا. طيب وفي قارة آسيا بتلاقي بنقول إيه؟ بتطلع نص الإنتاج أو ثلثي الإنتاج أو خمس أرقام كبيرة قوي من آسيا. وأوروبا العكس تماما، قليل قوي. طيب الكلام ده ليه؟ إيه السبب إن في آسيا كتير وفي أوروبا قليل؟ طيب إحنا بقى علشان نعرف المعلومات دي كلها فضلنا ندور ونبحث، فلقينا إيه؟ لقينا بسبب إن قارة آسيا دي مساحتها كبيرة جدا 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 عن قارة أوروبا، وإحنا عارفين إن آسيا هي أكبر قارات العالم. طيب وإيه كمان؟ لقينا كمان إن قارة آسيا دي بتتعرض لحركات باطنية قوية قوي أكتر من قارة أوروبا. الحركات الباطنية دي اللي هي بتحصل في باطن الأرض. لما بتحصل الحركات دي سنة تانية إعدادي، المعادن تحت بتبقى أكتر وبتظهر أكتر، وبنقدر نطلعها ونبيعها ويبقى عندنا نسب أكتر وأرقام كبيرة زي ما احنا ما شفنا كده. طيب تالت حاجة إيه؟ لقينا كمان إن في تنوع الصخور في قارة آسيا، يعني عندي صخور متنوعة في قارة آسيا مش موجودة في أوروبا. طيب رابع حاجة إيه؟ رابع حاجة بقى، احنا عارفين ان قارة اوروبا دي حصل فيها ثورة صناعية من زمان، فمن ساعة ما حصل الثورة الصناعية دي بدأوا ياخدوا المعادن اللي فيها. كل ما ياخدوا المعادن بتخلص، كل ما ياخدوا المعادن بتخلص. معنى كده ان هم خدوا من قارة اوروبا معادن كتيرة جدا من زمان قوي قوي قوي. طيب الكلام ده أثر عليها، فبقت النسب اللي بنطلعها من المعادن من قارة اوروبا دلوقتي قليلة مقارنة طبعا بقارة مين؟ بقارة آسيا. يبقى احنا عندنا السؤال هنقول فيه بما تفسر: ارتفاع انتاج المعادن الخام في قارة آسيا عن قارة أوروبا. ايه الأسباب بقى؟ تعالوا كده نكتب مع بعض، يلا، أو علموا بالقلم في الكتاب. رقم 1: بسبب اتساع مساحة قارة آسيا مقارنة بقارة أوروبا. طيب ايه كمان؟ تعرض آسيا لحركات باطنية قوية مقارنة بقارة أوروبا. 3: تنوع الصخور في قارة آسيا. 4: نفاذ كميات كبيرة من المعادن في قارة أوروبا. وبكده بقى سنة تانية إعدادي نكون خلصنا الجزء الأول من الدرس التاني. في جزء تاني من الدرس ده اللي احنا هنتكلم فيه عن مصادر الطاقة. ما تنسوش إن شاء الله
الجزء التاني من الدرس التاني. ولو الشرح عجبكم يا سنة تانية اعدادي ابعتوه لأصدقائكم يشوفوا الفيديو ويستفادوا من الشرح، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تشوفوا باقي الدروس بتاعة المنهج.